السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. معاكم عبد الرحمن. بصراحه يا جدعان انا ما كنتش هنزل فيديو النهارده يا عبد الرحمن. انت مش هتنزل فيديو كل يوم؟ والله بص، هو حصل، انا ما عنديش مشكله ان أنا انزل فيديو كل يوم، ولكن الالجوريزم بتاع اليوتيوب عمال ايه يجيبها معايا، مره يمين مره شمال، بحاول اشوف ايه سكته تمام كده. فكنت النهارده ناوي ان انا اشوف ايه الدنيا، هنزل مش هنزل فيديو، اشوف ايه اللي هيحصل. ولكن يعني بصراحه يعني في فكره في دماغي عايز اتكلم عنها بصراحه، فقلت ايه فيديو حلو يا رجاله. حلو، هنتكلم عن ايه النهارده؟ الراجل ده قرر انه يلعب فايت مع ده. فايت ايه يا عبد الرحمن؟ فايت ملاكمة. ايوه يا عبد الرحمن، مين ده ومين ده؟ وليه اصلا يعني الحوار ده مثير للاهتمام؟ اهو اتنين وبيلعبوا فايت؟ لا يا رجاله عيب عليك بقى، وانا بكلمك في حاجات عاديه. خد دي. الواد ده يعتبر يعني ايه، من افضل الناس على مدار التاريخ. يعني في ناس بتصنفه واحد جامد على مدار التاريخ، زي ما انتم شايفين كده مع حزمه. يعني واد دبابه قوي، يعني حاجه تقيله في المجال. ايوه، مين يعني بقى الواد التاني يا عبد الرحمن؟ اقول لك انا بقى مين الواد التاني. الواد التاني زي ما انتم شايفين كده هنا بيشرح، وفي ناس كتير عماله تبص عليه منبهره تمام كده. وهنا كانوا بيحسبوا له هو البانش بتاعته او لكمته بتاخد قد ايه. لو انت بصيت في التايمر تحت، هو قد ايه رجعت والتايمر لسه ما كملش ثانيه. يعني اللي تحت تبقى 9 جزء من الثانيه. فاهم انت حاجه؟ ايوه يا عبد الرحمن، يعني ايه اللي حصل بقى يعني؟ اقول لك انا يا رجوله ايه اللي حصل. طبعا البطل اللي بيعلم عليه. بس انا هقول لك على حاجه حلوه. لو انتوا شايفين هنا ايه، الشورت الازرق والشورت الاحمر. الشورت الاحمر هو الواد السريع، والشورت الازرق هو الواد العالمي. حلو قوي الكلام، مفيش حد مستغرب قوي. ولكن بقى ليه انا عايز اتكلم في الموضوع ده بالذات؟ اقول لك انا يا رجوله، انا ليه عايز اتكلم في الموضوع ده بالذات. بعد اذنك كده، ايوه، نظبط كده الفريم. بص يا معلم، في حاجه اسمها عناصر اللياقه البدنيه. في حاجه اسمها ايه؟ عناصر اللياقه البدنيه. خد مني بقى يا رجوله: السرعه، القوه المميزه بالسرعه، القوه العظمى، ردة الفعل، الرشاقه، المرونه. وخد بالك الرشاقه غير المرونه. خلاص. فهذا الرجل اللي هو هنا ده عنده عنصر السرعه عالي جدا. هو فعلا انا اتفرجت على فيديوهاته يا اسطى، الواد ده جامد، كان سريع. فاهم انت؟ عنده رياكشنات، عنده سرعه رد فعل، يعني يجي منه قوي. وانا كنت شايف ان لو كان لعب الماتش دوت، لو كان جالي قبل ما يروح يلعب الماتش ده، كان هيعدي. عبد الرحمن بتبالغ يا عم؟ لا بقى، ارحم امي العيانه. مش كل ما اقول حاجه جامده تفتكرني ببالغ. انت غريب قوي يا جدع، يعني هو مش فاهمك. ما علينا. المهم يعني ايه، طب ليه يا عبد الرحمن؟ عشان كنت اقول له جمله واحده بس، اسمعها مني بقى. الموضوع كله له علاقه بطريقه التمرين. الواد ده جامد جدا، فاجر، سريع، عنده سرعه الفعل بتاع بس هو عمره ما لعب بوكس، عمره ما اتضرب في وشه، عمره ما اتمرن التمارين الشاقه جدا. ممكن الواد ده اللي هو بطل العالم الفاجر الاسطوره اللي اسمه متسجل في التاريخ حرفيا، يكون اصلا ملوش فيها. بس هو ايه، مجرب، عنده خبره، عارف كل الاحتمالات، متدرب ان هو يقعد الماتش كله نفسه تمام، ممرن كل العناصر اللي هو محتاجها عشان يلعب ماتش البوكسنج. انما الواد التاني ده ملوش فيها. ليه؟ عشان مش متمرن على العناصر اللي هو محتاجها للبوكسنج. نيجي بقى هنا ونقول اللي انا عايز اقوله دلوقتي. في ناس بتقول ايه احسن فن قتالي؟ احسن تدريب. انت ممكن تلاقي واحد بيتمرن فن قتالي زي القرف، ولكن طريقة تدريبه فجرة، بتخليه قوي، عنده رشاقة، عنده مرونة، عنده سرعة رد فعل، فبالتالي يقدر يعلم على واحد بيتمرن لعبة جامدة جدا. المهم يعني، تيجي تشوف فن قتالي مثلا زي الهابكيدو. الهابكيدو دوت عامل زي ايه؟ يعني مليان تايكوندو. طب لو حطيت واحد بتاع تايكوندو يلاعب واحد بتاع هابكيدو، ليه بتاع التايكوندو هيكسب؟ لو ان هما الاثنين بيعملوا نفس الحاجه يا اسطى. الهابكيدو واخد نفس التايكوندو، هو اللي بيتمرنوا نفس الحاجه يا اسطى. بس دي اسمها هابكيدو، دي اسمها ايكي، اسمها تايكوندو. ليه بقى؟ اقول لك انا، لان الهابكيدو ايه، بيهز وداخل التمرين يهز شويه، انما بتاع التايكوندو لا، ما بيهزش. فاهم حاجه؟ داخل يتمرن بس.
المهم يعني طريقه تدريب التايكوندو اتقل بكتير، مركز قوي على الكيكس. انما الهابكيدو ايه، هزه يمين هزه شمال هزه يمين هزه شمال، ما بيجيش معايا سكه. مثال تاني، تيجي تبص مثلا على حاجه زي الايه زي الايه زي الايه زي الايه، عايز اشوف لك مثال تاني يا عم، ولا السامبو. السامبو مليان جودو، مليان جودو. طب هات واحد بتاع سامبو يلاقي واحد بتاع جودو، بتاع الجودو هيعلم عليه. ليه؟ لان بتاع الجودو متمرن على الجودو بطريقه معينه، لان هي لعبه اولمبيه. الليفل الاولمبي بياخد تمرين ابن وسخه، فاهم حاجه؟ انما بتاع السامبو للاسف يعني طب انت لو جبت واحد بتاع سامبو مره، اقسم بربي فكك من هو بيلعب ايه، فكك من الاسلوب الفن القتالي اللي بيستخدمه، لو جبت واحد بتاع سامبو مرنته نفس التمارين الشاقه والتمارين الصعبه واسلوب التمرين بتاع الجودو، هيعلم على بتاع الجودو وش. فهمت حاجه؟ يلا ده يا رجاله، سلام.